اهلا بيكم. من الحاجات اللي سهلتها علينا التكنولوجيا في العصر الحالي موضوع بتاع القراءة. يعني كتير مننا بيبقى عايز يقرا كتاب معين ويستفيد من المعلومات اللي فيه، بس المشكلة اللي بتواجهه الأساسية مشكلة الوقت. يعني معظم الوقت بيبقى هو في الصبح في الشغل، لما يرجع من الشغل بيبقى عنده مسؤوليات بقى عائلية ومسؤوليات شخصية، فمش بيلاقي وقت للقراءة رغم ان هو عنده رغبة قوية من جواه ان هو يقرا الحاجة دي. فالتكنولوجيا الحديثة يعني عملت يعني مؤخرا في حاجة ابتدت تنتشر ويبقى ليها ناس كتير مقبلة عليها، اللي هي الكتاب الصوتي. هو بيبقى عبارة عن نفس النسخة من الكتاب اللي انت عايز تقراه، بس حد بيقراه لك. يعني انت بتسمعه يعني بشكل صوتي، تسمع حد كأن حد بيقرا لك الكتاب. فده طبعا ممكن يساعدك ان انت تستفيد من الكتاب ده، سواء بقى انت سايق في العربية بتاعتك من طريق للشغل او راجع من الشغل. لو انت في المواصلات ممكن برضو تشغل الكتاب ده، لانه ممكن تشغله على الموبايل. لو انت منتظر مثلا في عياده في مكان معين، فكل الاوقات الفراغ بتاعتك دي ممكن تستغلها ان انت تسمع الكتاب ده وتستفيد من المعلومات اللي فيه. بس في ناس بقى ممكن يتهيأ لها يقولوا احنا كده في الكتاب لما نستخدم يعني الكتاب الصوتي، او ان احنا نسمع المعلومات عن طريق يعني الكتاب، المعلومات اللي في الكتاب نسمعها عن طريق صوت، يعني مش هنقراها بنفسنا، مش هنستفيد نفس الاستفاده اللي احنا بنستفيدها من الكتاب الورقي. في الحقيقه في بعض الخطوات ممكن لما تاخد بالك منها وانت بتسمع الكتاب الصوتي هتستفيد نفس الاستفاده اللي انت بتاخدها من الكتاب الورقي، ويمكن يكون احسن. زي اهم حاجه قبل ما تشتري الكتاب الصوتي ده، اتاكد اغلبنا بيبقوا عارضين عينه، فانت اسمع العينه دي، حسيت ان الصوت بتاعها مريح بالنسبه لك وان انت قادر تفسر الكلمات بتاعته، فخلاص يبقى الكتاب ده هيبقى مناسب ليك وتقدر تسمعه بعد كده وتستفيد من نفس المعلومات اللي موجوده فيه. بالاضافه طبعا ان الصوت، تتاكد ان الصوت نقي، تتاكد برضو ان الشخص اللي بينطق الكتاب ده برضو صوته مريح بالنسبه لك، وان انت هتقدر يعني تستفيد من المعلومات اللي هو بيقولها بسهوله، وان انت مش هتبذل مجهود يعني عشان تعرف تحدد هو بيقول ايه. برضو الحاجة التانية المهمة ان انت الكتاب، لو المعلومات حسيت ان المعلومات اللي فيه مهمة وعايز تسمعها تاني، ممكن تسمع الكتاب اكتر من مرة، يعني ما تكتفيش بمرة واحدة بس. كل مرة هتسمع فيها الكتاب هتستفيد من معلومات ما خدتش بالك منها من المرة الاولى. وحتى لو انت يعني حسيت ان انت من المرة الاولى استفدت من معظم المعلومات اللي في الكتاب، ممكن لما تسمعه مرة تانية هتكتشف ان في حاجات انت ما كنتش واخد بالك منها، وكده كده انت بتستغل وقتك بقى، سواء وقت مواصلات او وقت انتظار في اماكن معينة. برضو مهم ان انت يعني لو الكتاب حسيت بقى ان هو سهل وان انت فاهم كويس، يعني ما تشغلش الكتاب. لو كتاب مثلا مدته ساعتين او اكتر، ما تفضلش مشغل الكتاب الوقت كله، لان انت ممكن كل نص ساعه تاخد بريك، بحيث تدي فرصه للمخ بتاعك في البريك دي، اللي هي ممكن مدتها من 5 ل 10 دقائق، ان هو يستوعب المعلومات اللي هو يعني اللي هو سمعها في النص ساعه اللي قبل كده. برضو لما تتيح لك الفرصه، لما انت بعد كده تبقى في البيت مثلا او في مكان تعرف تكتب فيه، اكتب الحاجات، ملاحظاتك عن الحاجات اللي انت سمعتها وملخص للي انت سمعته، ده هيساعد بشكل كبير انه يثبت المعلومه اكتر في الذاكره بتاعتك. برضه لو ليك ناس مهتمه بنفس الموضوع اللي انت بتسمع فيه الكتاب، تناقش معاهم في مواضيع اللي انت سمعتها من الكتاب ده. كل ما تتناقش مع حد في الموضوع وانت تشرح للشخص الحاجه اللي انت سمعتها وتعلمتها، ده برضه هيساعد ان المعلومه انت تستفيد بيها بشكل احسن، وان المعلومه تبقى ثابته في الذاكره لاطول فتره ممكنه. برضو من الحاجات المهمة طبعا، سواء بقى بتسمع كتاب صوتي او ان انت بتسمع بتقرا كتاب ورقي، ان انت تطبق المعلومات اللي انت اتعلمتها. يعني ما يبقاش مجرد القراءة دي بالنسبة لك هي مجرد ان انت خلاص بتستمتع في وقت القراءة، وبعد كده بتنسى المعلومات دي ومش بتستخدمها في اي حاجة في حياتك. كل ما تطبق المعلومات بشكل افضل وتطبق المعلومات على قد ما تقدر، كل ما المعلومة دي انت هتبقى مستفيد منها باقصى استفادة ممكنة، وتقدر بعد كده تطبقها في حياتك حسب بقى الموضوع اللي انت قريته او الموضوع اللي اتعلمته. وفي طبعا ابلكيشنز كتير دلوقتي ممكن تدور عليها وتستخدمها انك تسمع الكتب الصوتيه، زي في بالعربي مثلا حاجه زي اسمها اقرا لي، في حاجه تانية اسمها ستوري تيل، في حاجه اسمها كتاب صوتي. في يعني لو انت دورت على بس سيرش على اي كتاب صوتي، هتلاقي مجموعه كبيره من التطبيقات ممكن تستفيد منها، وانك تسمع الكتاب الصوتي المفضل بالنسبه لك عليه. وتلاقي بقى ان الكتب دي فيها او التطبيقات دي فيها اوبشنز كتير. يعني انت ممكن الكتاب مثلا لو انت حسيت ان الشخص بيتكلم بشكل اسرع، ممكن ان انت تظبط السيتنج او الاعدادات بتاعه التطبيق بتاعك بحيث ان هو يتكلم السرعه بتاعته تبقى ابطا. ممكن برضو في ابلكيشنز معينه منهم ان انت لو سمعت مثلا النهارده نص ساعه، لو تاني يوم عايز تكمل يخليك تكمل المكان اللي وقفت فيه، مش هتقعد تعيد من الاول. يعني انت بنفسك استكشف بقى الحاجات وشوفها، وهتلاقي نفسك استفدت اقصى استفاده ممكنه من الكتاب الصوتي ومن المعلومات اللي فيه، وهتستغل الوقت الفراغ باحسن طريقه ممكنه. شكرا ليكم، ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. شكرا.